السلام عليكم. يا إخوان، دائما نسمع الشيعة ينادون يا علي يا علي، حتى في المعارك، حتى في الحروب، مع أن علي بن أبي طالب لم ينقذ الزهراء، ولم ينقذ أم كلثوم، ولم ينقذ فدك، ولا الخلافة، ولا النبي صاد، ولا القرآن، ولا زينب، ولا الحسين، ولا الإسلام، ولم ينقذ أي شيء، ولم ينقذ نفسه أصلا. كان يقول: رب إن القوم استضعفوني. كان يبكي ويبحث عن ناصرين ينصرونه. كان يريد شيعة، والآن الشيعة يبحثون عن علي عين. أصلا هو يبحث عن ناصر، كيف يا شيعي تبحث عنه؟ على العموم، أتحدى أي شيعي يجيبنا الآن: لماذا علي بن أبي طالب لم ينقذ هؤلاء كلهم وهم أهم منك؟ الإسلام أهم منك، والقرآن أهم منك، والخلافة أهم منك، والزهراء أهم منك، وفدك أهم منك. الزهراء نفسها كانت تقول: يا علي بن أبي طالب رجع لي فدك، رجع لي فدك، وهو رفض. فقالت: ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين. فالزهرة نفسها توسلت به ولم ينقذها. وأم كلثوم حاول أن ينقذها من عمر، ويقول: يا عمر إنها صبية، ولكن عمر هدده بقطع يده فخضع. على العموم يا شيعة، أنتم حتى أنفسكم شاكين في علي بن أبي طالب، وتعترفون أنه صاحب تقية وخائف ومرعوب، ولذلك لجأتم إلى عمود الكهرباء. والله العظيم هذا معروف. شوف، هذا عمود الكهرباء تتمسحون به وتطلبون منه الفلوس والحوائج. عندكم العمود أفضل من علي بن أبي طالب، وأفضل من ضلع الزهراء، وأفضل من المهدي الخائف.